صحتهم المنتخب المغربي الذي وصل لنهائي كأس إفريقيا. ولا حسد، احنا ما نحسدوش. المنتخب السنغالي والمنتخب المغربي خاصة أبرز وأكد على أنه لا يوجد الفرق مثل ما أراد البعض أن يتحدث عن ذلك. الفرق بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي لم نشعر به تماما. المنتخب المغربي كان مسيطر وكان متفوق في النتيجة. كأس أفريقيا للاعبين المحليين، الدورة نصف نهائي. الآن الطموح بالنسبة للمنتخب المغربي أعتقد التتويج باللقب. عدة منتخبات على غير المنتخب التونسي اللي متوج بهذا اللقب. النسخة الأولى كان المنتخب التونسي لا يشارك في هذه صح هو خسارة وأن المنتخب التونسي ما يشاركش. كلمة على المغرب الختام، هو المغرب الاستمرارية، هي المغرب سياسة دولة كاملة نشوفوها يعني منذ عديد السنوات، وهذا تأكيد للمردود المتميز في المونديال قطر، تأكيد لسياسة الدولة كما قلنا. وحتى في النساء، يعني حتى في المنتخب الوطني، كل المنتخبات تقريبا في الشبان في النساء، يعني هذه سياسة الدولة وما فما حتى شيء يجيب يعني بالصدفة كرة القاعات أيضا كرة القاعات صح. الذي يشاهد لقاء النصف نهائي المغرب والسنغال يشهر هذه البطاقة الحمراء لمسؤولين اللي راهم يقروا في المنظومة الكروية. سوف نبقى لسنوات وسنوات قد السماء على الأرض في المستوى بين الجزائر والمغرب. اللاعب الجزائري لازم يدير طروابة إذا ما تواصل العمل بهذه الطريقة. النوادي الجزائرية والدولة الجزائرية عليها أن تكون أو أن تفرض التكوين على الأندية الجزائرية إذا أردنا أن نصل لنصف ما وصل إليه المغرب. هذا اللاعب المحلي بالنسبة للمنتخب المغربي يعني تقريبا هي تشكيلة مغايرة للمنتخب المغربي الأول، لكن قد يكون أيضا إمكانية بروز لاعب أو اثنين للالتحاق بالمنتخب الأول. هو اكيد فرصه للاعبين المحليين، ممكن اللي باش المدرب الاول للفريق الاول مثلا كي نحكوا على الركراكي انه يشوف ممكن بعض اللاعبين اللي هم ما عندهمش فرصه مع المنتخب الاول فرصه انه يشوفهم. ونعرفوا المنتخب المغربي خاصه البطوله المغربيه تطورت برشا يعني في السنوات الاخيره، قاعده معناها تتحسن، والفرق زاد اللي ما عادش مثلا في المغرب مش كما باقي البطولات في شمال افريقيا كي نحكوا على تونس مثلا ولا الجزائر ولا مصر. لا، في المغرب ثم فرق قاعده معناها تدخل في الساحه كي نشوفوا نهضه بركان، يعني ثم فرق تنافس في الوداد والرجاء اللي هم معناها كانوا مهيمنين في وقت من الاوقات. شوفوا وين وصلوا. هل عندها الامكانيات الماليه وعندها لاباط اللي عندها الجزائر؟ مستحيل. كيفاش هما نجحوا حنايا كاتاستروف مور كاتاستروف دون ان يتحرك احد. نصاب بالغيره شويه لما تشوف المغرب في النهائي، نغيروا شويه، من حقنا نغيروا. تصاب بالحشومه شويه وبالاحباط، لانه هذا دحشم شويه. راك باي باي بارتو ما كاش. هاد الناس راهي هربت علينا بزاف، الوغ احنا كنا ما نقولش نضحكوا عليهم، ولكن احنا كنا نبانوا كاننا قراب من اوروبا. احنا نعرفوا خير من افريقيا السوداء. الى اين نحن ذاهبون؟ وين رايحين بهذه الطريقه؟ الناس راهي تزيد تكذب، والناس تقول باللي احنا ما خدمنا، احنا جينا جدد وراح نديروا بروغرام ونديروا لي زاسوسياسيون لي زاكاديمي ولا فيديراسيون حدير لي زاكاديمي ان بو بارتو. هل هذا هو الحل؟ راح يدخلونا في حيط. انا ديما نشوف المغرب صحيح، لانه هناك عده امتيازات للمغرب، ومعاك رئيس جامعه كما لقجع. انا نشوف اللي المغرب فافوري على اي فريق، وعندها كما قلت لك لقجع اللي ديما ما عندهاش من لعبيه، ماني عندك كان لقجع. لا قلت لك انا تلعب. لا، المغرب متكامل، فريق متكامل بانترونورها بملاعبيتها. قلت لك مع امتيازات اضافيه كما مسؤول في قيمه لقجع اللي يخليك ديما مرتاح وديما تلعب على قيمتك الحقيقيه وقيمه المغرب الحقيقيه. من اقوى الفرق في افريقيا، من اصعب الفرق اللي اي فريق ينجم يواجههم، وتكون المرشح الابرز. المنتخب المغربي يبقى منتخب قوي يهابه الجميع ويخشاه الجميع. راهو منتخب قوي، واكد هذا في المونديال، وصل للمربع الذهبي مرتبه رابعه. هي فرصه ليه باش يتزعم القاره الافريقيه وباش يفسخ ممكن الخيبات السابقه في المسابقات الافريقيه. ملاعبيه كبار تبارك الله، نهضه شامله وكبيره في المغرب. شوف الاكاديميات اللي موجودين في المغرب، تشوف المنشآت الرياضيه اللي موجوده في المغرب،
المغرب، تشوف الاهتمام الكبير بالرياضه، كله معناها منظومه كامله قاعده تخدم باش تخلي المغرب خليته رابع العالم، وان شاء الله علاش لا يكون بطل افريقيا. وبيحب المغرب بالوطنيه نتاعهم بالجرينتا، بمحاوله اهداء المغرب لقب افريقي غاب عليهم برشا. منتخب المغرب وان كان المغرب كنقولوا نحن ككاريزما بوتيتر يمكن كاكسبيريونس الفريق المغربي اقوى في التاقلم وفي الاكسبيريونس بتاع الملاعبين تاعو. المنتخب المغربي اتى من اجل الفوز بهذه البطوله، احد افضل المنتخبات المحليه في القاره الافريقيه، اصلا انه يعني هي استمراريه لما تقوم به الانديه المغربيه، فوز بركان بالاتحاد الافريقي. المنتخب المغربي اتى الى هذه البطوله تقريبا يسير مباراه بمباراه، منتخب لديه اكاديميات الان اصبح يعمل على مستوى التكوين المحلي ويسوق لاعبيه الى الدورات الاوروبيه، وبالتالي بالنسبه له البطوله مهمه جدا من اجل الفوز بها واستكمال مشروع يعني التكوين. الان الحمد لله دزنا، ما يمكنش المغرب السمعه ديالو الكورال ديالو المجهودات اللي تبدلات باش انه ما يكونش في لافينال وخصو يديها. اذا هذا الشيء اللي ان شاء الله غادي نخدموا عليه، ونتمنى من ربي باش انه يوفقنا ودعواتكم معنا. الا كاين شي مديح يمكن له ياخذوا شي واحد فهما اللاعبين، ماشي عبد ربه، ماشي لو ستاف، بغض النظر على الصعاب او على اي شيء. هاجس اللي كان عندي بكل صراحه قبل بدايه هذا الشان، المغرب خصو يمشي لافينال. حنا المغرب وصل لواحد المكان ديال فوق ما خصها تكون شي تظاهره، كيخص المغرب يكون اول، يعني خصنا نكونوا ناخذوا لو تيتر. المنتخب المغربي يعني الان كره القدم بواحد المجهودات جباره، ابتداء بسا ماجيستي الله ينصرو، كذلك المجهودات الكبيره ديال السي فوجي القجع رئيس الجامعه الوطنيه اللي تدارت واحد العمل كبير باش انه نجح المنتخب المغربي في حجز مكانه بالنهائي الكبير لكأس إفريقيا للاعبين المحليين بعد انتصاره القوي والمستحق على حامل اللقب منتخب السنغال. الأسود دخلوا اللقاء بعزيمة كبيرة وهدف واضح: مواصلة الطريق نحو التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ الشان، وترسيخ هيمنة الكرة المغربية على النهائيات الإفريقية بعد خوضه لجميع النهائيات القارية هذه السنة. المغرب حقق الأهم، وهو العبور إلى النهائي عن جدارة واستحقاق أمام حامل اللقب منتخب السنغال، مؤكداً أن الأسود كانوا في الموعد وأنهم جاهزون لكتابة فصل جديد من المجد الكروي. اكتبوا لنا رأيكم وآرائكم من خلال التعليقات.